كان حاليا لحد الآن بعدين يعني شنو أول شيء بالفياض واتفقوا على إنه طيب وقلب أو أحد طلبتي أنا استمرت هاشم هو كل واحد لقاء، هذا ما له علاقة بهذا. بس على الأقل من الجمع ما بينهم والالتفاف حول سيد الشيخ الفياض ليس على نحو الاجتهاد وإنما على نحو القيادة. وأنا أول يوم رحت لحبيبي ما صار له دم محمد الصدر لعله 12 ساعة ورحت له، هو حتى هو بنفسه وحسن إذا ما لعله ما أدري يجاوبك بنعم أو لا. ما قال لي ما معناته هذا ورع منك إنه أنت جيتني ما صار له 24 ساعة محمد الصدر ميت أو والدك ميت. وعليه يعني أنا قلت له تعال أجيب لك الخمس أجيب لك الكذا ما شنو، ما رفض. محمد يعقوب يوم ابشر قلت له قعدنا واحنا 15 20 واحد كانوا وحتى منهم الله يرحمه الشيخ علي الكعبي وغيره وغيره وموجودين الان بالسجون وبعضهم موجودين يعني. روح اسالهم. قلت له شيخ انت تجي تاخذ البراني؟ قال لا تجي تصلي الجمعه كذا. رفضها ما اريد اقول لفظته شلون رفض باي قول. المهم وش العلاقه؟ انا مره ركبت تاكسي حبيبي ورا استشهاد سيدي باسبوعين ثلاثه هو ما يدري من اني. قال لي صدق ابن السيد يقود الحوزه ورا ابوه؟ ما ادري ابكي ما ادري اضحك اذا هو مقتدى يجي يقود الحوزه. لعد المراجع وين صاروا حبيبي؟ انا مو ذنبي انا اذا مراجع ما يقودون الحوزه، انا شنو ذنبي؟ يعني اذا ماكو مرجع اقعد اسكت؟ لو احاول انا اصلح كامر بالمعروف ونهى عن المنكر. ذاك يوم قبل 3 4 ايام واحد من جماعه الشيخ محمد يجي يدعوني الى التوبه وتعال تطبق قول الحاكم الشرعي ما شنو. قلت له حبيبي شنو انا قاعد بالبيت جاي استقبل ضيوفي، اذن حاكم شرعي هم للضيوف يرادهم تعال خل اخذ لك اذن حتى استقبل ضيوف. لو ما استقبل ضيوف ايش عندك ويا طالبني بطلابه؟ انا قاعد هنا أنا امر بالمعروف. انا ما احكي لي شويتين تعتبرها خرط ولا تاخذ بها، تعتبرها خوش خذها وروح في ماله ويفوتك من كذاب سجن كثير.